بسم الله الرحمن الرحيم. وفي درس جديد لسنة 6 ابتدائي، درسنا آخر درس في الوحدة الأولى، الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية. إيه هو تعريف النشاط الاقتصادي؟ النشاط الاقتصادي هو استثمار الإنسان للموارد المتاحة لسد احتياجاته من ملبس ومسكن ومأكل. طب الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية متنوعة ولا مش متنوعة؟ متنوعة، حوالي 4 أنشطة: الزراعة وتربية الحيوان اللي هو النشاط الزراعي، 2 صيد الأسماك، 3 الصناعات الحرفية، 4 السياحة. طب لو سألت سؤال وقلت لك تنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية بما تفسر؟ لتنوعت الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية بسبب تنوع الموارد الطبيعية. يبقى بسبب تنوع الموارد الطبيعية تنوعت الأنشطة الاقتصادية. أولا النشاط الزراعي وتربية الحيوان، ده أهم الأنشطة الموجودة في البيئة الزراعية اللي هو الزراعة وتربية الحيوان. لو قلت لك يعني إيه النشاط الزراعي؟ هو زراعة الأرض وإنتاج المحاصيل وتربية الحيوان. يبقى بترتبط الزراعة بتربية الحيوان، يبقى زراعة الأرض وإنتاج المحاصيل وتربية الحيوان. لو قلت لك بما تفسر ليه معظم سكان البيئة الزراعية بيشتغل بالنشاط الزراعي؟ بسبب توافر 3 حاجات. ايه هم ال3 حاجات اللي بيخلي معظم السكان يشتغل بالزراعة؟ 1 التربة الخصبة، 2 المياه العذبة، 3 وسائل النقل. يبقى بسبب توافر التربة الخصبة، المياه العذبة، وسائل النقل. ايه هي المحاصيل اللي بيزرعها الفلاح في البيئة الزراعية؟ عندنا اهم 3 محاصيل في البيئة الزراعية، وهو الحبوب الغذائية، 2 محاصيل سكرية، 3 محاصيل منسوجات، بجانب محاصيل تانية زي البرسيم اللي هو غذاء لمين؟ للحيوان. يبقى حبوب غذائية، محاصيل سكرية، محاصيل منسوجات. القمح والذرة والأرز من الحبوب الغذائية. المحاصيل السكرية اللي بتستخدم في صناعة السكر زي قصب السكر وبنجر السكر. محاصيل منسوجات زي القطن والكتان. تاني حاجة تربية الحيوان. أي فلاح مع الزراعة بيربي الحيوان. طب الفلاح بيربي الحيوانات فين؟ بيربيها في الحظائر زي دي أو الحقول. زي ايه بيربي الفلاح؟ بيربي الابقار والجاموس والاغنام. طب ليه الفلاح بيربي الحيوانات؟ للاستفادة من لحومها والبانها وجلودها. يبقى الاستفادة من لحومها والبانها وجلودها، يبقى سد حاجة الانسان من اللحوم والجلود والالبان. تاني النشاط الاقتصادي هو استثمار الانسان للموارد المتاحة لسد احتياجاته من ملبس ومسكن ومأكل. حرف زي الزراعة وتربية الحيوان، 2 صيد الأسماك، 3 الصناعات الحرفية، 4 السياحة. لو قلت لك ليه معظم سكان البيئة الزراعية بيشتغلوا بالنشاط الزراعي؟ بسبب ليه تنوعت الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية؟ بسبب تنوع الموارد الطبيعية. النشاط الزراعي وتربية الحيوان. يعني ايه نشاط زراعي؟ هو زراعة الأرض وإنتاج المحاصيل وتربية الحيوان. لو قلت لك بما تفسر يعمل معظم سكان البيئة الزراعية بالنشاط الزراعي بسبب توافر التربة الخصبة والمياه العذبة ووسائل النقل. ايه المحاصيل الرئيسية اللي بيزرعها الفلاح؟ حبوب غذائية زي القمح والذرة والأرز، محاصيل سكرية زي قصب السكر وبنجر السكر، محاصيل منسوجات زي القطن والكتان. بجانب ان الفلاح بيشتغل بالزراعة بيربي مع الزراعة حيوانات، بيربي زي الأبقار والجاموس والأغنام، بيربيها يا في حظائر يا في الحقول. بيربيها ليه الفلاح؟ لسد حاجة الإنسان من اللحوم والجلود والألبان. بعد كده النشاط الثاني أو الحرفة الثانية صيد الأسماك. بنصطاد الأسماك في البيئة الزراعية من 3 أماكن. إيه هم ال3 أماكن اللي بنصطاد منهم الأسماك في البيئة الزراعية؟ أول حاجة
نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد. يبقى نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد. نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد. 2. الترع والبحيرات زي بحيرة قارون اللي موجودة في الفيوم. 3. المزارع السمكية. مزارع السمكية عبارة عن أحواض بيتم فيها حط زريعة السمك الصغير ويتغذى على الأعلاف لحد ما يكبر. طب ليه الدولة عملت المزارع السمكية؟ لزيادة الإنتاج السمكي. يبقى الحكومة شجعت على المزارع السمكية لزيادة الإنتاج السمكي. ثالث حرفة أو ثالث نشاط الصناعات الحرفية. ليه الصناعات الحرفية متنوعة في البيئة الزراعية؟ بسبب تنوع الموارد الطبيعية. يبقى تنوع الصناعات الحرفية في البيئة الزراعية بسبب تنوع الموارد الطبيعية. ايه هي الصناعات الحرفية اللي عندنا في البيئة الزراعية؟ صناعة السجاد اليدوي، صناعة بتتم على الأيدي مش في المصانع زي السجاد ده. تاني صناعة الفخار، دي بتتركز حوالين نهر النيل من طمي النيل أو الطين الصلصال، دي صناعة الفخار. تالت حاجة صناعة الأساس وحفظ وتعليب التمور. يبقى بنصطاد الأسماك من نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد. الترع والبحيرات مثل بحيرة قارون. المزارع السمكية عملتها الدولة أو الحكومة لزيادة الإنتاج السمكي. ليه بتتنوع الصناعات الحرفية في البيئة الزراعية؟ بسبب تنوع الموارد الطبيعية. صناعات حرفية زي إيه؟ زي صناعة السجاد اليدوي، وزي صناعة الفخار، وزي صناعة الأساس وحفظ وتعليب التمور. النشاط اللي بعد كده النشاط السياحي. السياحة موجودة في البيئة الزراعية في 3 مناطق. يبقى المناطق السياحية في البيئة الزراعية عندنا في محافظة الفيوم، تاني محافظة الشرقية، ثالث منطقة النوبة في جنوب مصر. يبقى المناطق السياحية موجودة في البيئة الزراعية في 3 مناطق: الفيوم، الشرقية، النوبة. ايه المناطق السياحية اللي في الفيوم؟ بحيرة قارون وعيون السيلين والسواقي. دي السواقي اللي موجودة في محافظة الفيوم. يبقى لو قلت لك الفيوم منطقة جذب سياحي هتقول لي وجود بحيرة قارون وعين السيلين والسواقي. محافظة الشرقية فيها آثار حضارة تل بسطة، يبقى آثار حضارة تل بسطة. النوبة موجود فيها مباني وآثار ومشغولات نوبية، دي المباني النوبية. بعد كده مشكلات البيئة الزراعية. البيئة الزراعية بتعاني من 3 مشكلات. لو قلت لك بما تفسر حدوث مشكلات البيئة الزراعية: بسبب الاستخدام السيء للموارد الطبيعية. يبقى بسبب الاستخدام السيء للموارد ظهرت المشكلات ال3 دي. أول مشكلة مشكلة تناقص مساحة الأراضي الزراعية. الأراضي الزراعية بتنقص في البيئة الزراعية. لو قلت لك بما تفسر تناقص مساحة الأراضي الزراعية هتقول لي إيه؟ هتقول لي بسبب تجريف التربة الزراعية. يبقى بسبب تجريف التربة الزراعية الفلاح بيشيل الطبقة السطحية من التربة وبيوديها لمصنع الطوب الأحمر لصناعة الطوب الأحمر. يبقى تجريف التربة الزراعية. يعني ايه تجريف التربة؟ تجريف التربة هو إزالة الطبقة السطحية من التربة مما يؤدي إلى تدهورها. إزالة الطبقة السطحية من التربة مما يؤدي إلى تدهورها. تاني سبب من أسباب تناقص مساحة الأرض الزراعية الزحف العمراني والبناء على الأراضي الزراعية. بعض الفلاحين بقى بيبني على الأراضي الزراعية مما يؤدي إلى تناقص مساحة الأراضي الزراعية. يبقى ده بما تفسر، والمشكلة دي مهمة وبما تفسر بتاعتها مهمة. جهود الدولة لحل مشكلة تناقص مساحة الأراضي الزراعية: أول حاجة سن قوانين تجرم تجريف التربة. يبقى نعمل قوانين ان هي تعمل تجريف التربة جريمة. 2. التشجيع على التوسع الأفقي والرأسي للأراضي الزراعية. تاني مشكلة مشكلة الصرف الزراعي. مشكلة الصرف الزراعي في البيئة الزراعية. لو قلت لك بما تفسر حدوث مشكلات الصرف الزراعي هتقول لي ليه؟ هتقول لي 1. بسبب الري الدائم والإسراف في استخدام المياه.
يبقى بسبب الري الدائم والإسراف في استخدام المياه ظهرت مشكلات الصرف الزراعي. طب إزاي نحل مشكلة الصرف الزراعي؟ في حلين. الحل الأولاني إن إحنا ننشئ مصارف جديدة، إن إحنا نعمل مصارف جديدة، يبقى إنشاء مصارف جديدة. 2. أستخدم طريقة الري بالرش والتنقيط بدل من الري بالغمر، يبقى استخدام طريقة الري بالرش والتنقيط عشان أوفر المية. المشكلة الثالثة مشكلة التلوث البيئي. لو قلت لك طبعا بما تفسر مشكلة التلوث البيئي اللي موجودة في البيئة الزراعية، هتقول لي بسبب الإسراف في استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية. بسبب الإسراف في استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية حدثت مشكلة التلوث البيئي. طب جهود الدولة عشان تحل المشكلة دي عملت إيه؟ الدولة شجعت على استخدام الأسمدة العضوية بدلا من الأسمدة الكيماوية اللي بتلوث البيئة. يبقى تاني معايا المناطق السياحية في البيئة الزراعية. قلنا محافظة الفيوم فيها بحيرة قارون وعيون السيلين والصواقي. محافظة الشرقية فيها آثار حضارة تل بسطة. النوبة فيها مباني وآثار ومشغولات تعكس التراث النوبي. يبقى الشرقية فيها آثار حضارة تل بسطة، والنوبة فيها مباني وآثار ومشغولات تعكس التراث النوبي. لو قلت لك بما تفسر حدوث مشكلات البيئة الزراعية بسبب الاستخدام السيء للموارد. أول مشكلة زي ما قلنا مشكلة تناقص مساحة الأراضي الزراعية. كل مشكلة دي بما تفسر والسؤال بتاعها مهم. ليه تناقصت مساحة الأراضي الزراعية؟ بسبب تجريف التربة. 2. بسبب الزحف العمراني والبناء على الأراضي الزراعية. طب جهود الدولة إيه؟ سن القوانين اللي بتجرم تجريف التربة. 2. تشجيع على التوسع الرأسي والتوسع الأفقي للأراضي الزراعية. تجريف التربة هو إزالة الطبقة السطحية مما يؤدي إلى تدهورها. ثاني مشكلة مشكلة الصرف الزراعي بما تفسر بسبب الري الدائم والإسراف في استخدام المياه. جهود الدولة عشان تحل مشكلات الصرف: إنشاء مصارف جديدة. 2. استخدام طريقة الري بالرش والتنقيط عشان توفر المياه. ثالث مشكلة عندنا مشكلة التلوث البيئي. لو قلت لك برضو بما تفسر هتقول لي بسبب الإسراف في استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية. طب الدولة هتحل المشكلة دي ازاي؟ بتشجع على استخدام الأسمدة العضوية بدلا من الأسمدة الكيماوية. وبكده يبقى خلصنا درسنا النهاردة، الدرس الثالث في الوحدة الأولى، مع تحياتي مستر جبر. هناخد بعض الأسئلة المهمة على الدرس اللي احنا شرحناه. حاول مع نفسك تسمع الفيديو وتحاول تحل الأسئلة دي. بما تفسر: أول سؤال تنوع الصناعات الحرفية في البيئة الزراعية. السؤال الثاني: تعتبر محافظة الفيوم منطقة جذب سياحي. السؤال اللي بعد كده: تناقص مساحة الأراضي الزراعية. السؤال اللي بعد كده: اهتمام الحكومة بإنشاء المزارع السمكية. السؤال اللي بعد كده: معظم سكان البيئة الزراعية يعملون بالنشاط الزراعي. عرف كل من تجريف التربة، النشاط الاقتصادي. تجريف التربة، النشاط الاقتصادي. مع تحياتي مستر جبر.